تعالوا نتكلم عن الراسي ماتريكس او الراكي ماتريكس. شوف ايه اللي يعجبك. والراكي ماتريكس هي تول لتحديد مهام كل فرد وايه اللي متوقع منه خلال فترة المشروع. الأداة دي بتساعدنا في 3 حاجات: 1. تحديد الأدوار، 2. تقليل الارتباك، 3. زيادة كفاءة المشروع. الأدوار دي بتكون responsible, accountable, consulted, informed. أرجوك أنت رجل قامة ونبراس. الريسبونسبل وهو الشخص اللي بينفذ المهمة، ومن قواعد استخدام الراكي ضرورة وجود مسؤول واحد على الأقل لكل مهمة، وما يمنعش برضو إن ممكن يكون نفس المهمة ليها أكتر من ريسبونسبل. العلم يتكلم، الأذان تسمع. أما الأكاونتبل وهو الشخص اللي بيوزع ويراجع المهام اللي تم أو بيتم تنفيذها، وده بيكون عن طريق: 1. التأكد من فهم الفريق للمشروع، 2. التأكد من عمل الفريق بشكل صحيح، 3. التأكد من إنهاء العمل في الوقت المحدد. والقاعدة في الراكي بتقول إن لكل مهمة accountable واحد، وممكن يكون لنفس المهمة شخص واحد بيقوم بالresponsibility rule والaccountability rule. قلت لك أنه نبراس وأنت حركت نفسك. لكن الكونسلتد هو الشخص اللي بيتم الاستعانة برأيه أثناء تنفيذ بعض المهام أو بعض الانتهاء منها، والاستعانة برأيه بتكون لسبب من الثلاثة: 1. خبرته في أداء المهمة، 2. إنه responsible عن مهام أخرى مرتبطة بنفس المهمة، 3. تميزه في رؤية الأمور وتحليلها. والكونسلتيشن رول في الراكي ماتريكس اختيارية مش إجبارية، يعني ممكن بعض المهام يكون ما فيهاش كونسلتد رول. أنت قيمة وقامة وترك. واللاست رول في الراكي هو الانفورمد، وهو الشخص او الاشخاص اللي بيتم اختارهم بموقف المشروع بشكل عام دون تفاصيل، ولكن ضرورة معرفتهم بموقف المشروع بيرجع لانهم بيتأثروا بنتائج وتقدم المشروع. ولو عايز تعرف ازاي تعمل راكي ماتريكس، افتح شيت اكسل، روح على المحور العمودي، اكتب مهام المشروع، وتعال على المحور الافقي اكتب المسميات الوظيفية للاشخاص اللي هيشتغلوا في المشروع، وتعالى في الانترسكشن سيل بين مهام المشروع وبين المسميات الوظيفية واكتب الرول بتاعتها. ولو انت استخدمت الراكي قبل كده قول لنا في الكومنتس استخدمتها ازاي واستفدت منها في ايه، ولو ما استخدمتهاش قول لنا برضو في الكومنتس رأيك في الراكي. وبس كده، سلام.